يقولون إن الربع الخالي لا يسكنه أحد، لكن هذه القصة جعلتني أعيد التفكير في كل شيء. قبل أن نبدأ، الربع الخالي هو أكبر صحراء رملية متصلة في العالم، يقع في جنوب شبه الجزيرة العربية، ويمتد عبر السعودية وعمان والإمارات واليمن. مساحته تقارب 4 مليون كيلومتر مربع، ولهذا سمي الربع الخالي لأنه يشكل تقريبا ربع مساحة الجزيرة العربية، وخال من أي حياة بشرية أو نباتية تقريبا بسبب قسوة المناخ. درجات الحرارة فيه قد تتجاوز 55 درجة مئوية نهارا، وتهبط لبرودة شديدة ليلا، والرمال تمتد لمسافات بلا نهاية، مما يجعله واحدا من أكثر الأماكن عزلة وخطورة على وجه الأرض. في عام 2018 كان هناك رجل يدعى ناصر يعشق العزلة والهدوء، ويهوى استكشاف الأماكن التي لا يجرؤ أحد على دخولها. لم يكن يبحث عن الشهرة، ولم يكن يملك قناة على الإنترنت. كان يحتفظ بكل ما يراه لنفسه، لأنه كما كان يقول: أشعر أن هناك شيئا هناك، كنداء غريب. قرر ناصر أن يدخل عمق الربع الخالي بمفرده. جهز معداته: خيمة، كاميرات، مياه تكفيه ل5 أيام، وأدوات أساسية للبقاء. لم يخبر أحدا من أهله، لكنه أرسل موقعه لصديقه المقرب وكتب له رسالة قصيرة: إذا لم أعد بعد 6 أيام، تعال وابحث عني في هذا المكان. لو وصلت لحد هنا، انزل اعمل لايك وسبسكرايب وشاركنا برايك في كومنت، ده بيساعدنا كتير وبيشجعنا أكتر نحكي لكم قصص أغرب كمان. نكمل اللي حصل. اليوم الأول كان الجو هادئا. صور الغروب وكتب في مذكرته: الغريب، الأرض هنا بلا صوت، تمشي وكأن الرمل يبتلع خطواتك. اليوم الثاني سجل مقطعا صوتيا في هاتفه، وقال فيه: أنا لست وحدي، لم أرى شيئا، لكني أشعر أن هناك من يراقبني. هناك صوت في الليل يشبه الخطوات، لكن لا توجد رياح حتى. اليوم الثالث انقطعت جميع الإشارات. بعد أسبوع أبلغ صديقه الدفاع المدني، أرسلوا فرقة إنقاذ، وبالفعل عثروا على موقعه. الخيمة موجودة، المياه ناقصة قليلا، الكاميرا تعمل، لكنها متوقفة عند تسجيل واحد فقط. الساعة 3:17 فجرا، مدة المقطع 48 ثانية. ظهر ناصر أمام الخيمة يمسك رأسه ويتنفس بسرعة، ثم رفع رأسه فجأة وكأنه سمع شيئا، وقال بصوت واضح: ما كان يجب أن آتي إلى هنا، هو صاح تحت. ثم وجه الكاميرا نحو وجهه وابتسم ابتسامة غريبة وقال: إذا رأيتم هذا لا تبحثوا عني. اليوم الخامس كان الجو غريبا، ساكنا بلا رياح، بلا طيور تتحرك، حتى الشمس ظهرت بلون باهت كأنها ليست شمسنا. دخل صديق ناصر المنطقة مرة أخرى وهو متأكد أنه يعرف المكان، لكن هذه المرة اكتشف أن الطريق قد تغير، وكأن مسارا جديدا قد فتح في الصحراء. هناك وجد شيئا يهز القلب: كاميرا ناصر، نصفها مغطى بالرمل وما زالت تعمل. اليوم السابع كان الغروب صامتا على نحو غريب. ناصر لم يعد، لكن شيئا آخر حدث. أحد أفراد الدفاع المدني عاد إلى الموقع ليجد أثر أقدام غريبة. لم تكن أقدام ناصر، كانت أكبر وأعمق في الرمل، وكأن صاحبها ثقيل للغاية وتنفسه ثقيل. وبجانبها كان هناك نقش غامض على الأرض. النقش لم يكن بحروف معروفة، بل برموز ملتوية، وحولها علامات تشبه المخالب. كتبوا في التقرير الرسمي: فقد في ظروف طبيعية. لكن من يعرفون ناصر يقولون: هذه الكلمة لا تقال عن رجل يعرف كيف يدخل ويعرف كيف يخرج. الربع الخالي ليس خاليا، لكن الشيء الذي فيه يتأكد أن من يدخل لا يخرج. دخل ناصر أعماق الربع الخالي بحثا عن نداء غامض، ولم يخرج أبدا، تاركا وراءه لغزا بلا تفسير. لو القصة دي هزت تفكيرك، تفتكر إن الربع الخالي فعلا خالي؟ انزل تحت واكتب في الكومنتات انت شايف ايه اللي حصل لناصر، وهل في حاجة فعلا بتعيش هناك؟ ما تنساش تعمل لايك وشير لاصحابك وسبسكرايب للقناة، عشان القصص اللي جاية أغرب وأخطر. وفي حاجات كتير بتحصل حوالينا بس محدش بياخد باله.